الكورتيزول عدو الجميع، بيحرق عندك الدهون، ولكن في مشكلة عندنا هون. بس قبل ما احكي لك، اذا بدك توصل لاحلى جسم في العالم ابعث كلمة سوبر او شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. لان الكورتيزول له وجهين، في البداية هو بيكون مضاد للالتهابات، ولكن اذا ظل مرتفع لفترات طويلة بصير هو اللي بيعمل لك الالتهابات في الجسم، فبضر خلايا الدماغ، بسرع الشيخوخة، بيوقف بناء الأنسجة الجديدة. وفوق هيك الكورتيزول العالي لفترات طويلة بيفتح عندك الشهية، بتصير تشتهي الحلويات والسكريات. بس هون النقطة الصادمة، وإذا فهمتوها واشتغلتوا عليها صح رح تفرق معاكم. أنواع الدايت قليلة الكربوهيدرات أو عديمة الكربوهيدرات لفترات طويلة ترفع الكورتيزول عندك. ليش؟ إنه في كثير أنسجة في الجسم تحتاج جلوكوز، ولما تحرموا منه لفترات طويلة لأنه ما عم تاكل كربوهيدرات ببلش يكسر أنسجة الجسم ويحولها لسكر بعملية اسمها جلايكونيوجينيسيس. وهذا الحكي بياخذ طاقة ATP عالية وبيضغط على الجسم أكثر، فبيضل الكورتيزول عندك مرتفع. فإذا بتقدر تعمل هذا التوازن، تدخل الكربوهيدرات بما يتناسب عندك، راح تساعد في تقليل الكورتيزول. مهم إنه نساعد جسمنا يرفع الكورتيزول في الصبح أول ما نصحى، لأنه كل ما ارتفع أعلى صباحا راح ينزل في الليل ونصير ننام بهدوء. وعندي فيديو بشرح فيه بالضبط كيف ممكن ترفع الكورتيزول بشكل عالي عندك الصباح أول ما بتصحى. وإذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن في برنامج غذائي يحرق عندك الدهون، يوصلك لجسم الأحلام، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. وإذا بدك تعرف كل أسرار الصحة تابع حسابنا. مع السلامة عليكم.